ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد، وفيديو النهارده بيقول ايه؟ بيقول ازاي تخلي الناس تحبك. اول حاجة لازم تحبي نفسك الاول. ان حبيتي نفسك بجد وشفتي نفسك حلوة بكل المقاييس، صدقيني هتكسبي حب الناس. ان حبيتي نفسك بجد هتقدري تسعدي اللي حواليكي، فحضرتك هتعملي كل حاجة لإرضائهم وتقديم المساعدة والاهتمام بمشاكلهم، وتهتمي إنِك تكوني موجودة معاهم وتحلي كل مشكلة معاهم وتقدمي ليهم النصيحة بما يرضي الله. عشان الناس تحبك لازم تتكلمي معاهم باحترام، تكوني لطيفة معاهم. زي ما تحبي إنهم يكلموكي باحترام كلميهم برضه باحترام. وكل كلمة تطلع من لسان حضرتك لازم تكون فيها جبر للخواطر، مش بتحدفي كلام وخلاص. واللي يزعل يزعل واللي يتفلق يتفلق. خليكي حاسة بمشاعر الناس، خلي كلامك على طول مميز في حاجة حلوة جميلة عشان يحبوا يتكلموا معاكِ. مش كل حاجة سلبية تحكيها، في ناس بتقبل الكلام ده وفي ناس تقول لِك اللي فيّا مكفّيني، أنا عايزة أقعد أضحك وأهزر وأخرج من اللي أنا فيه. فما تزعّليش حد أو تشيّليه فوق هَمِّك. جاملي الناس، جاملي الناس في تعبهم، في حزنهم، في مشاكلهم، في فرحهم، وقفي معاهم معنويًا أو ماديًا أو زي ما حضرتِك تتصرّفي. مش كل ما حد يتكلم تنتقديه أو تتنمري عليه، لأن الإنسان اللي هتتنمري عليه عمره ما هينسى إنك أحرجتيه أو كسفتيه قدام الموجودين وحضرتك قاعدة. اختلطي بناس كتير، كوني صداقات كتير، افهمي كل واحد، احفظي ملامحه، اتعاملي مع الناس بطبيعتك سواء كنت حادة أو شخصية مبهجة. دايما اللي يقدم لك نصيحة أو خدمة قوليله شكرا، ما تتكبريش على حد. وانت بتتكلمي مع الناس ما تقفيش مكشرة أو مبوزة وتبقى عاملة زي عمك عبد العال. خليكي نضيفة في شكلك، مهندمة، لبسك حلو، شياكة بتخلي الناس تحبك وتنجذب ليكي. خليكي مرحة بشوشة، اللي يبص في وشك يقول ايه الجمال ده، دي مريحة ودمها خفيف. عشان في أي قعدة ما تكونيش حضرتك موجودة يفتكروكي ويقولوا هي فين. سيبي بصمة في المكان اللي هتروحيه، وما تحطيش دماغك إن الشخص ده بيحبك يبقى الشخص التاني هيحبك. كل واحد حر في قلبه، حر في حياته. ما تبقيش بخيلة، خلي صفة أهل الكرم فيكي. أي مناسبة شاركي فيها، وزي ما بيقولوا تهادوا تحابوا. خليكي خفيفة دايما، مش كل يوم زيارة عند حد، مرة واحدة كفاية في الأسبوع. اتواضعي مع الناس، حبي الناس بجد، حبيهم من قلبك. صدقيني مفيش أحلى ولا أجمل من حب الناس ليكي وفرحهم وحزنهم عليكي. وفي آخر الفيديو هقولك الناس الحلوة، الناس اللي بجد مش موجودين كتير في الدنيا، فحاولي تختاري صح عشان هما اللي هيفضلوا معاكي لآخر العمر. ومع السلامة.